جوزي مات من شهرين، ولما فتحت تليفونه اتصدمت من اللي شفته، كانت صدمة كبيرة. جوزي لما مات، صاحبة المشكلة بتقول جوزي لما مات من شهرين اخدت تليفونه وشلته ومقفول وما فتحتوش وما فكرتش ان انا افتحه، وقلت لما عياله يبقوا يحتاجوه يبقوا يلاقوه. بس المصيبة بقى لما بنتي جت قالت لي يا ماما احنا دلوقتي خلاص، يعني اول 10 ايام من رمضان قربوا يخلصوا، تعالي نفتح تليفون بابا بحيث ان هو لو كان فيه ليه علاقات مع حد، لو عليه ديون نسدها له في رمضان، لو حد مستلف منه حاجه ناخدها، لو متعود ان هو بيخرج حاجه لله في ايام دي في رمضان، اكيد هيكون في بينه على الواتساب او على الماسنجر تواصل ومحادثات بينه وبين الناس دي. نشوف العادات اللي كان بابا بيعملها وما نحاول ان احنا ما نقطعهاش ونعمل نفس اللي هو كان بيعمله تاني. وانا بصراحه رحبت جدا بالفكره بتاعت بنتي، وما كانش حد يعرف الباسورد بتاع التليفون في ولادي غيري انا بس. جوزي كان قايل لي على الباسورد بتاع تليفونه. فالمهم سمعت كلام بنتي وفتحنا التليفون، ويا ريتنا ما فتحناه. لما